أنا اسمي سلوى وعندي 40 سنة على قدر عالي من الجمال، لدرجة إن كان في شباب كتير قوي بيتمنوا إن هما يتجوزوني. أنا بشتغل دكتورة علاج طبيعي وعندي عيادة يعني على قد كده. ربنا ما أذلناش إن احنا نجيب أولاد. جوزي موظف بيروح الصبح الشغل وبيرجع الظهر. حالتنا المادية الحمد لله متيسرة. وجوزي أنا وجوزي اتجوزنا جواز تقليدي، يعني مش قصة حب ولا حاجة. مع إني دايما كنت بتمنى إن أنا أتجوز عن قصة حب، يعني زي ما كنت بشوف في الأفلام إن هو يحبني وأنا أحبه وفي الآخر حكايتنا تنتهي بجواز. بس طبعا ما حصلش الكلام ده، واتجوزت جوزي خالد وحياتي معاه كانت حياة عادية جدا. هو راجل مؤدب ومحترم لكن ما هواش عاطفي خالص، يعني ملوش في جو الرومانسية وإن هو مثلا يقولي كلام حلو ولا غزل ولا أي حاجة. على عكسي تماما. دايما كنت بحتاج للكلام الحلو وإن هو يتغزل فيا وإن هو يطبطب عليا ويقولي كلمة حلوة أو يعملي أي مفاجأة أو أي حاجة. هو بقى ما كانش كده خالص. وعايزة اقول لكم من اول ما اتجوزنا لحد دلوقتي عمره ما حسسني بكلام حلو ولا مشاعر حلوة. مشكلة جوزي انه مش بس كان مش رومانسي او مش عاطفي، حتى في العلاقة اللي ما بينا كان بارد فيها شوية. يعني اصلا ملوش في العلاقة الزوجية ولا اي حاجة. كان مقصر قوي في العلاقة الزوجية، وانا طبعا دي حاجة كانت مضايقاني قوي، ان هو ما كانش بيقرب لي غير كل فين وفين. عايزة اقول لكم ان حتى لما بيجي يقرب لي ما بيعملش اي مقدمات كده زي ما بسمع من صحباتي وزي ما صحباتي بيحكولي، وحتى ما فيش اي استمتاع في العلاقة. فكانت علاقة فترة وباردة وملهاش اي طعم. واكتر من مرة انا فكرت اني اتطلق علشان انا مش حاسة ان حياتي فيها طعم، حاسة ان حياتي باردة كده ومملة. حتى كان نفسي يبقى عندي طفل او طفلة، وكلمته قبل كده في الموضوع ده وقلت له يعني لو في اي مشكلة تعالى نشوف دكتور او اي حاجة. قال لي لأ، هو ربنا أراد كده، خلاص مش لازم نروح لأي دكاترة. ما بترضيش بقدر ربنا؟ قلت له أكيد برضه، بس في حاجة اسمها طب والمفروض إن احنا نسعى. كده ممكن يكون حاجة بسيطة ونقدر نعالجها. بس هو طبعا مرضيش خالص، ومش عارفة لحد دلوقتي هو مرضيش ليه. هو سبب يعني أساسي إن أنا مبقاش أم، وحسيت إن أنا مش عايشة زي بقية الستات. جوزي ده كان عنده صاحبه ده كان قريب منه قوي، كان دايما بيجي عندنا، وجوزي كان بيروح له على طول، وفي المناسبات بيبقى معانا في الأعياد وفي كل حاجة، يعني يعتبر عارف عننا كل الحاجات. وفي مرة أنا كنت في العيادة بتاعتي وصاحب جوزي ده كان جايلي علشان كان عامل حادثة ورجله كانت مكسورة، وكان عايزني أعمل له علاج طبيعي على رجله. فجه عندي العيادة. وعايزة اقول لكم ان جوزي كان بيبقى معايا في العيادة على طول. زي ما انتم عارفين ان جوزي بيرجع الظهر وبقية اليوم بيبقى فاضي، فكان بيجي معايا الشغل في العيادة، يعني بياخد الكشوفات بتاعة المرضى وكده يعني. وبالمرة بيكون واقف جنبي علشان يعني محدش يتعرض لي وكده. فجوزي دايما كان بيقولي ان هو بيغير عليا، وان انا مش ممكن اسيبك ابدا لوحدك مع راجل وانت بتكشفي عليه. فكان بيجي يعني يساعدني، ولما راجل يدخل كان بيدخل معاه طبعا. هو على طول كان بيقولي ان هو بيغير عليا، بس بصراحة انا ما شفتش اي حاجة من الغيرة دي. فالمهم، وانا في العيادة جه صاحب جوزي علشان اعمل له علاج طبيعي على رجله. وطبعا جوزي سلم عليه ودخل، وعملت له جلسة العلاج الطبيعي على رجله، وبعد كده قام ومشي. بعد ما مشي حسيت ان احمد صاحب جوزي ده بيبصلي نظرات غريبة وانا بعمل له العلاج الطبيعي. انا ما كنتش عارفة هو يقصد ايه بالنظرات دي، فطبعا انا ما خدتش في بالي. المهم فضلت متابعة معاه، وكان بيجي لي كل اسبوع اعمل له جلسات ويمشي على طول. وفي مرة جه عقد سفر لجوزي وكانت فرصة حلوة. بصراحة جوزي قال لي ايه رأيك؟ قلت له ماشي، لو حاجة كويسة سافر. وبعد كده جوزي سافر، وانا طبعا قعدت لوحدي وحسيت بالوحدة. انا كده كده كنت حاسة بالوحدة لما جوزي كان معايا، بس حسيت اكتر يعني بالوحدة. وما كنتش عارفة اعمل ايه، وخصوصا ان انا كمان سبت الشغل الفترة وما بقتش انزل العيادة ولا اروح شغلي ولا اي حاجة. فكنت مكتئبة لدرجة كبيرة، وما كانش ليا اصحاب خالص ان انا اروح اقعد معاهم. وفي مرة لقيت رقم بيرن على التليفون عندي، بقول الو. قال لي ايوه انا احمد صاحب خالد.
قلت له اهلا، ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ قال لي الحمد لله كويس. قلت له ايه، رجلك فيها حاجة ولا ايه؟ قال لي اه والله تعباني شوية، بس يعني الحمد لله. قال لي هو خالد فين؟ قلت له خالد سافر. قال لي سافر ازاي يعني؟ سافر من غير ما يقول لي ولا حاجة كده؟ قلت له معلش، اصل السفر جه فجأة والله، وما كانش مقرر اصلا ان هو يسافر، وكان متردد لاخر لحظة، وانا قلت له هي فرصة كويسة، اتوكل على الله وسافر. قال لي طيب خلاص، انا كنت بحسب ان هو موجود كنت هكلمه. قلت له هو انت عايز حاجة ولا ايه؟ قال لي لا، اصل التليفون خالد مقفول، فقلقت عليه فقلت اما اتصل عليكي واكلمه، يعني من عندك. طب خلاص، لما يتصل بيكي قوليله يديني رقمه الجديد عشان ابقى اكلمه. قلت له طيب ماشي، وقفل معايا. واليوم اللي بعده الساعة 11 بالليل مسكت التليفون بتاعي وفضلت أقلب فيه شوية بتسلى. كنت حاسة بزهق كبير قوي، وإني ما كنتش عارفة أعمل حاجة في اليوم ده. وفي نفس الوقت ده حسيت إن أنا نفسي أتكلم مع حد، أي حد يسمعني، بدل ما أنا قاعدة لوحدي كده بين أربع حيطان. وما حسيتش بنفسي غير وأنا بطلب رقم أحمد صاحب خالد جوزي. رنيت عليه نص رنة وقفلت. بس بعد 5 دقايق على طول لقيته بيرن عليا. قال لي في حاجة ولا ايه؟ ايه يا بنتي؟ قلت له لا لا ابدا ما فيش حاجة، معلش رنيت عليك بالغلط. قال لي طيب ماشي، ورحت قافلة معاه. بعد ما قفلت معاه فضلت اكلم نفسي كده واقول هو انا ليه قفلت ليه؟ هو انا ليه قلت له اني اتصلت بالغلط؟ طب ما كنت اتكلمت معاه زي ما انا كنت عايزة. وبعد كده قلت لا لا لا، احسن يفهمني غلط ولا حاجة، وخصوصا ان جوزي اصلا مسافر. وفي نفس الوقت قلت لا، انا هموت ولازم اتكلم مع حد، انا زهقانة. ورحت جايبة التليفون ورنيت عليه. راح هو رادد، قال لي في حاجة ولا ايه؟ قلت له بصراحة انا ما رنيتش عليك بالغلط ولا حاجة، انا كنت رنة عشان كنت عايزة اتصل عليك. اصلا انا بصراحة مخنوقة جدا ومش عارفة اتكلم مع حد. قال لي ليه؟ قوليلي ايه اللي مضايقك؟ قلت له مفيش، معرفش، انا حاسه بوحده شديده قوي، وحاسه ان انا ماليش حد في الدنيا دي. قال لي ما تقلقيش ما تقلقيش، انا جنبك، انا موجود اهو، ما تخافيش من اي حاجه، واعتبريني زي اخوكي بالظبط. قلت له ربنا يخليك يا احمد، كلك ذوق. وطبعا فضلنا نتكلم شويه، وبصراحه حكيت له على اللي مضايقني، وقلت له اني مش عارفه اعمل ايه في الوحده اللي انا فيها دي. وحكيت له شوية عن خالد، وإن هو مقصر معايا في بعض الحاجات، وإن إحنا حياتنا روتينية وما فيهاش أي جديد. طبعا أنا استغربت إن هو سمع الكلام ده مني من هنا، وما قاليش أي كلمة تهديني، ولا قال لي معلش، ولا قال لي مثلا استحملي، في ناس كتير كده. هو سمع كلامي وسكت وخلاص، وقفلنا في اليوم ده على كده. المهم نمت. وفي اليوم ده لما صحيت الصبح لقيته بعت لي رسالة وبيقولي لو احتجت اي حاجة في اي وقت انا موجود. طبعا انا قريت الرسالة، واحساس جوايا كده ان انا مرتاحة لما قريت الرسالة. مش عارفة ليه الاحساس ده جالي، بس انا حسيت ان انا فرحانة وخلاص. يمكن علشان لقيت حد ولا حاجة تشغلني في الحياة، او مثلا لقيت ان في حد بيعبرني او بيهتم بيا، مش عارفة. المهم اني اتبسطت وخلاص. اليوم ده كنت زهقانة قوي، وما كنتش قادرة أقوم أعمل أي أكل، فطلبت أكل جاهز. وجت الساعة 11 بالليل لقيتني برضو باخد التليفون وعايزة أتصل على أحمد. رحت رن عليه وقلت له أيوة يا أحمد، أنا أسفة لو بعطلك أو أي حاجة. قال لي لا لا أبدا ما تقلقيش، كلميني في أي وقت. وفضلنا نتكلم شوية وأحكي له أكتر وأكتر عن حياتي وعن ايه اللي مضايقني. ومعرفش في اليوم ده حسيت ان انا مش عايزة اقفل المكالمة معاه، وحسيت ان انا عايزة افضل معاه كده لحد الفجر. وفعلا فضلنا نتكلم لحد الساعة 4 الفجر، وكل شوية يقولي انتي ما زهقتيش؟ اقوله لا ما زهقتش. انت ما زهقتش؟ يقولي لا انا معاكي اهو لحد ما تزهقي، لحد ما تزهقي مني. قد ايه انا كنت مستمتعة وهو بيكلمني، وصوته الدافي الجميل وكان كلامه اللطيف الحنين. وقلت في نفسي بصراحة فرق كبير بينه وبين جوزي. وبعد ما خلصنا الكلام نمنا، وكانت الساعة 4:30 الفجر. صحيت الصبح كالعادة، فطرت وقعدت شوية أتفرج على التلفزيون، وبعد كده قريت كتاب. وفضلت قاعدة مستنية امتى هو هيرن عليا، وعمالة أقول لا هو مش هيرن النهاردة، لا لا،
انا اللي هرن. وفضلت كده لحد ما جت الساعة 11 بالليل ومستنيه يرن عليا زي ما كل يوم بكلمه. وبعدين قلت في نفسي هيرن عليا ليه؟ انا اللي كنت برن عليه، ممكن هو يكون محروق. خلاص انا هرن عليه المرة دي. ورحت رن عليه، قلت له ازيك يا احمد؟ قال لي الحمد لله، ازيك انتي عامله ايه؟ قلت له الحمد لله تمام. قلت له بهزار كده تلاقيك ما كنتش عايز تتصل بيا تاني خالص ولا تكلمني. قال لي ليه قلتي كده؟ قلت له علشان زهقت مني، امبارح فضلنا مع بعض لحد الساعة 4:30. قال لي لا والله بالعكس، انا كنت لسه هرن عليكي، وبصراحة قلت احسن اكون معطلك ولا حاجة. قلت له لا، كنت عاملها ورن، بس قال لي انا اصلي عايز اقولك على حاجة، بس بصراحة متردد. قلت له لا، قولي على طول، في ايه؟ انا ما جاش في بالي خالص الكلام اللي هو قاله. فضل متردد نص ساعة علشان يطلع كلمة من اللي هو عايز يقولها. قلت له في ايه؟ هو الكلام صعب كده؟ قال لي اه بصراحة صعب قوي، وانا محتار وخايف ومش عارف اقولك ايه ولا اقولها ازاي. قلت له قول يا عم ما يهمكش. وفضل متلخبط شوية في الكلام لحد ما سكت شوية وقال لي انا بصراحة عايز اعترفلك بحاجة، وعايز اعترفلك على حاجة كده، والحاجة دي من زمان خالص، بس بصراحة ما كانش ينفع خالص اني اقولها لك. حاجة حاجة زي ايه؟ قول بسرعة، في ايه؟ انت قلقتني. قال لي انا بحس وانا معاكي ان انا مرتاح قوي، ولما انا دايما عايز اسمع صوتك وصوتك على طول، واسمع كل اللي مضايقك وايه اللي مزعلك وايه اللي بيفرحك. طبعا انا سكت كده شوية وخدت نفس وما كنتش عارفة ارد عليه اقول له ايه. قلت له مش فاهمة، يعني تقصد ايه؟ قال لي ما اقصدش حاجة، انا اسف لو كنت زعلتك في الكلام. قلت له لا ما زعلتنيش ولا حاجة، قولي انت تقصد ايه. قال لي يعني فاكرة لما كنت باجيلك مرة العيادة وجوزك كان موجود وكنت بعمل علاج طبيعي؟ قلت له اه. قال لي لما كنت بتعملي لي علاج طبيعي على رجلي وكنت ببصلك كده بصات غريبة وبلاقيكي مستغربة من بصتي؟ قلت له ايوه ايوه فاكرة. قال لي كنت باجيلك ورجلي كانت بتوجعني قوي لدرجة ان انا بكون مش طايق حد يلمسها، بس اول ما باجي عندك وايدك بتحطيها على رجلي وبتعملي لي علاج طبيعي بحس ان انا في دنيا تانية خالص، ولا بحس باي وجع. ازاي انا برتاح كده لما ايدك بتيجي على رجلي؟ بس طبعا ما كنتش قادرة ابين الاحساس ده علشان جوزك وصاحبي. وطبعا بما ان احنا يعني بنعترف لبعض دلوقتي على كل حاجة، وانتي بتقولولي ايه اللي بيضايقك وانا بقولك على الحاجات اللي كنت حاسسها، فانا بعترف لك دلوقتي. وسكت كده شوية وقال لي يعني بصراحة أنا معجب بيكي وبكلامك وبكل حاجة انتي بتقوليها وبتعمليها. أنا سكت كده شوية وما بقتش قادرة أكمل المكالمة، وحاسة إن أنا مش على بعضي وجسمي كله بيترعش ومش عارفة أرد عليه ولا أعمل إيه. قلت له طيب أنا أقولك على حاجة. قال لي قوليلي على طول. قلت له بصراحة أنا برضو حسيت الأيام دي بإحساس غريب، حسيت إن أنا عايزة أكلمك على طول. قال لي يعني إحساسنا متبادل؟ قلت له يعني تقدر تقول كده. وفي اليوم ده نمت وانا مبسوطة وطايرة من الفرحة. انا ما حسيتش الاحساس ده عمري، انا عندي 40 سنة ومتجوزة، ولحد دلوقتي ما حسيتش الاحساس ده مع جوزي. ازاي ما حسيتوش؟ ازاي هو ما قدرش يحسسني الاحساس ده؟ انا ست جميلة وفيها كل المواصفات الحلوة، يبقى العيب في مين؟ مش فيا. انا فضلت اكلم نفسي طول الليل بعد ما قفلت معاه، ازاي جوزي كان حارمني من الاحاسيس دي كلها؟ ازاي مخليني دايما مفتقدة الاحاسيس دي والمشاعر الحلوة دي؟ اليوم اللي بعده على طول هو اللي رن عليا وقال لي عاملة ايه النهاردة؟ قلت له الحمد لله كويسة، كويسة قوي كمان. ورحت ضحكة كده بصوت. قال لي انا كمان كويس قوي، وعايزة اقولك على حاجة، انا ما نمتش امبارح طول الليل من بعد ما قفلت معاكي. انا عايزه اقولك على حاجه تانية. رحت قلت له تاني مش كفايه امبارح؟ قال لي لا عايز اعترف لك بحاجه تانية. قلت له قولي في ايه؟ قال لي انا بحبك، انا بحبك قوي ومش قادر استغنى عنك، ولما بسمع صوتك بحس ان انا بنسى الدنيا كلها. قلت له بصراحه وانا كمان انا مش قادره ابعد عنك خالص. قال لي وتبعدي ليه؟ ما تخلينا مع بعض على طول. قلت له للاسف ممكن ما ينفعش ان احنا نبقى مع بعض على طول مادام بنحب بعض ومحدش يقدر يمنعنا. قلت له انت ناسي ان جوزي قال لي، ما انت حكيتيلي
إن أنتِ ما بتحبيهوش وإن هو مش مهتم بيكِ خالص ولا بيديكِ أي مشاعر. قُلت له: "ماشي بس هو دلوقتي موجود أعمل إيه؟" قال لي: "لمّا يبقى ييجي ربنا يحلها، خلّينا في اللحظة الحلوة اللي إحنا فيها." طبعًا كالعادة فضلنا نتكلم مع بعض لحد الساعة 4:00 وكل يوم عن يوم بنتكلم والكلام بيكبر أكتر وأكتر، وبقينا نقرّب من بعض أكتر وأكتر في الكلام، لحد ما خلاص بقينا مش قادرين نستغنى عن بعض، وبدل ما كنا بنتكلم مرة في اليوم بقينا ييجي 4 مرات في اليوم ويمكن أكتر، وبقي بيطمن عليَّ في كل حاجة وفي كل دقيقة، أنتِ عاملة إيه ولابسة إيه؟ وبتاكلي إيه؟ أنا بابقى عايزة يفضل معايا على طول، طول اليوم. أنا كل حاجة حسيتها مع أحمد عمري في حياتي ما حسيتها مع جوزي خالص، كلامه الحلو ليّا ومشاعره الحلوة وحنيته وكل حاجة. أنا حتى لمّا جوزي بقى يتصل عليَّ وهو مسافر، أنا ما بقيتش أرد عليه خالص، ولمّا بيسألني باقول له أنا تعبانة وبابقى نايمة. وفي مرة وأنا باكلم أحمد قال لي: "أنا عايز أشوفِك." قُلت له: "هتشوفني فين؟ ما ينفعش." قال لي: "أنا عايز أشوفِك وخلاص، ما ليش دعوة." قُلت له: "ما ينفعش حد يشوفنا مع بعض وأنت كمان صاحب جوزي." قال لي: "ومين قال لِك إن أنا هاخلّي حد يشوفنا مع بعض؟ أنا مريض وليّا الحق إن أنا أتعالج عندِك." قُلت له: "يعني عايز إيه؟" قال لي: "أنا هاجي لِك بكرة أكشف على رجلي علشان رجلي واجعاني أوي." قُلت له: "هتيجي إزاي؟ هو مش ميعادك بكرة." قال لي: "يا ستي اعتبريني إن بكرة ميعادي." قُلت له: "طيب تمام، هاستناك بكرة في العيادة." وطبعًا لقيته جاي في العيادة، وحسيت إن أنا متوترة أوي وخايفة إن حد يشوفنا رغم إن هو جاي على أساس إن هو مريض، بس برضه كنت متوترة وخايفة أوي. قُلت له: "أهو ديك أنت شُفتني أهو، يالّا بقى امشي على طول أحسن حد يشوفنا." قال لي: "أمشي إيه؟ أنا ما صدّقت إن أنا جيت وقرّبت منِّك." وفضل باصص في عينيّا شوية، وحسيت إن أنا متوترة أوي، وإن أنا مش هاعرف أشتغل كده خالص طول اليوم. بعد كده قرّب منّي ولمس إيدي، قال لي: "أنتِ إيدِك بتترعش كده ليه؟" قُلت له: "علشان أول مرّة أحس الإحساس ده، عمري ما حسيت الإحساس ده مع حد." وبعد كده قُلت له: "لازم تطلع دلوقتي علشان ما حدش يلاحظ حاجة." قال لي: "حاضر." وراح ماشي. بعد ما روّحت البيت في اليوم ده، فضلت أفكّر في كل اللي حصل بيننا في اليوم ده، وقد إيه أنا كنت مبسوطة رغم إني أنا كنت متوترة وخايفة، بس كنت مبسوطة أوي بإن هو جه، ومبسوطة أكتر بحركاته ومشاعره واهتمامه. ولمّا كلمني بالليل قُلت له: "أنت ما ينفعش تيجي لي تاني خالص العيادة." قال لي: "ليه؟" قُلت له: "ليه؟ كده أنا خايفة أوي." كنت خايفة أوي المرّة اللي فاتت. اليوم اللي بعده لقيته عامل لي مفاجأة وجاي لي برضه، جاي لي العيادة وقعد برّه على الكرسي، ودخل وقعد جنبي على السرير. قُلت له: "أنت لازم تمشي حالًا." قال لي: "لأ أنا مش هامشي دلوقتي." وفضل مقرّب منّي لحد ما حصل بيننا حاجة طبعًا، أنتم عارفين حصل بيننا إيه. وطبعًا أنا وقتها ما كنتش حاسة بنفسي خالص، كل اللي أنا حاساه إن أنا مبسوطة أوي بالعلاقة دي، ومبسوطة بالأحاسيس اللي هو ادّاها لي، وبقينا نتقابل على طول في العيادة بتاعتي، وكل مرّة يحصل بيننا علاقة، كل مرّة بابقى مبسوطة أكتر من المرّة اللي قبلها. أنا فعلًا ما كنتش حاسة إن أنا سِت ولا كنت حاسة إن أنا متجوزة، كل الحاجات اللي حلمت بيها إن جوزي يحسسها لي، أحمد هو اللي حسسها لي مش جوزي. وفي مرة وأحمد بيكلمني قُلت له: "على فكرة أنت ما ينفعش تقابلني تاني في العيادة عندي." قال لي: "ليه؟ إيه اللي حصل؟ حصلت حاجة والّا إيه؟" قُلت له: "لأ، أنا بافكر في حاجة كده علشان نشوف بعض على طول ومن غير ما أخاف من حد." قال لي: "إيه هي؟ قولي لي بسرعة." قُلت له: "إن أنا هاقول لجوزي على فكرة علشان نكون في الأمان، وعشان أطمن إن جوزي عارف إن أنت موجود في العيادة. أنا هاقول لجوزي إن في واحد جه وكان عايز يتهجم عليَّ لمّا لقاني أنا واحدة ست، يعني واقفة لوحدي في العيادة." فأنا بصراحة خُفت وقُلت لازم أجيب حد يقف معايا يحميني في العيادة، وهاقول له عليك أنت، علشان يعني أنت أقرب صاحب لجوزي وأكيد مش هيرفض لي طلب. قال لي: "خلاص." فكرة حلوة أوي، قولي له كده وشوفي هيقول لِك إيه. فلمّا جوزي اتصل بالليل كلمته شوية وقُلت له على اللي حصل، وقُلت له إن في حد كان هيتهجم عليَّ هو ومامته، وأنا خُفت بصراحة، وفضلت أدوّر على حد ييجي يقف معايا، ما لقيتش حد غير حد تكون أنت تعرفه. قال لي: "مش عارف والله هافكر وهاقول لِك." قُلت له: "طب أنا عندي فكرة." قال لي: "إيه هي؟" قُلت له: "أنت فاكر صاحبك أحمد؟" قال لي: "آه." قُلت له: "أنت ممكن تخلّيه ييجي
يقف معايا برّه، وكمان أحمد ما عندوش شغل الأيام دي، يعني قاعد من الشغل ما بيشتغلش، وبالمرّة يعني نساعده وهو يساعدني، وأنت بتثق فيه وهو عارفنا وإحنا عارفينه، إيه رأيك؟ قال لي: "آه فكرة حلوة، أنا هاكلمه وأقول له على طول على الفكرة دي." قُلت له: "ماشي، اوعى تنسى هاستنى منك الرد." وفي اليوم التاني على طول أحمد جه معايا الشغل، خلاص بقى شغال معايا رسمي، وما بقيتش خايفة إن حد يشوفني ويروح يقول لجوزي. أولًا أحمد بيشتغل معايا في العيادة، وثانيًا هو لسه مريض بييجي كل أسبوع أعمل له علاج طبيعي على رجله، فأنا كده خلاص بقيت في الأمان. بقى فعلًا أحمد بييجي معايا الشغل وبيقف برّه، بياخد الكشوفات من الناس علشان يدخّلهم واحد واحد ليّا، وبعد ما أخلّص كشوفات خالص وأخلّص شغل، هو بقى بيدخل عندي في العيادة وبنقعد مع بعض شوية، وبيحصل ما بيننا علاقة، وكل يوم كده لحد ما في مرّة جوزي قال لي: "أنا جاي." قُلت له: "هتيجي؟" قال لي: "ليه وأنتِ زعلانة كده ليه؟" قُلت له: "لأ مش زعلانة ولا حاجة، بس أنا اتفاجئت." يعني من الفرحة اتفاجئت، طبعًا أنا قفلت مع جوزي من هنا واتصل على أحمد وقُلت له إن جوزي جاي قريب ومش عارفة أعمل